اهلا 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 بيكم. النهارده الفيديو ده انا بصراحه ما كنتش ناويه اصوره خالص، بس الزن على الودان امر من السحر. فهنجرب مع بعض السناكس الالماني بناء على رغبه ابني، لانه عمال يزن عليا عايز يعمل معايا الفيديو ده. فهنجربها النهارده مع بعض ونقول راينا فيها. بصراحه انا بقالي في المانيا 7 سنين دلوقتي، ولكن في حاجات كتير ما جربتهاش. دايما بحب اروح للحاجات اللي انا عارفاها ومجربها قبل كده، بس النهارده هكسر القاعده وهنجرب كل الحاجات الجديده دي مع بعض ونشوف كده اخبار السناكس الالماني عامله ايه. قبل ما نبتدي الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك، ويلا بينا نبتدي. بصوا، مؤخرا بقى في حاجات غريبة شوية نازلة في السوبر ماركت، يعني جديدة وأول مرة كنت أشوفها. يعني هي مش حاجات موجودة اوريدي قبل كده عندنا في السوبر ماركت الألماني، ولكن لقيت حاجات جديدة ولفت نظري قوي. الاتنين دول عبارة عن مش عارفة بتسموهم ايه، شيبس أو كاراتيه أو أيا كان بقى المسمى بتاعه، بس المفروض ان دي بالبابل جام، ودي حاجة غريبة جدا. والنوع التاني ده المفروض ان هو بالكريز أو بالكرز. فدول اغرب حاجه بصراحه مؤخرا شفتهم في السوبر ماركت وعايزه اجربهم معاكم. خلونا اول حاجه نفتح اللي هو بالبابل جام. عارفه ازاي الشيبس بيكون بالبابل جام بصراحه؟ ايه ده، انا بحسبه من جوه هيكون ازرق، طلع لونه ابيض عادي. خدعه. غريب، ده بابل جام، تحس ان هو يعني شيبس بس بطعم اللبان. استنوا كده هخلي ابني يجربه. سليم تعالى جرب حاجه، خد دي جربها كده. طعمها ايه؟ كاوجومي زي طعم اللبان. ده انا عجبني جدا جدا، واعتقد ان انا ممكن اشتريه تاني لان طعمه حلو. هو بس طري شويه، مش بيقرمش قوي زي ما احنا متعودين، بس طعمه حلو جدا يعني غريب. واعتقد ان انا حبيته قوي وهديله 9/10 عشان هو لو مقرمش كمان كان يبقى احلى. دلوقتي هجرب ده، وده بطعم الكريز او الكرز. ده بصوا من جوه شويه فيه لون احمر. يا جماعه ده كرز قوي، يعني طعمه كرز حقيقي. خدوا دي ماشي. هوندات عجبتك قوي؟ طب دي احلى ولا اللي فاتت؟ دي احلى. دي كده عجبته اكتر من اللي فاتت. انا عجبتني الاولانيه اكتر، فانا الاولانيه بالنسبه لي 9/10، دي 8/10. دلوقتي ده اغرب ايس كريم انا شفته في حياتي. لقيت دلوقتي انه الايس كريم بقوا يخترعوا فيه اختراعات غريبه قوي قوي، بس مش لدرجه ان هو يكون بالبامس او بالبطاطس، فدي حاجه غريبه جدا. فهنجرب كده، معرفش المفروض بيفتح من فوق ولا ايه. اوكي، ده معاه معلقه. انا جبت النوع ده كذا مره بس مش بالبطاطس طبعا، اللي هو فلوريدا ده، وعمري ما فكرت ان انا افتحه من فوق والاقي فيه معلقه. معرفش، ريحتها توم تقريبا كرفت من الفريزر بتاعي. ايه ده؟ طعمها مستكه. عارفين الايس كريم المستكه على ليمون، بس هو ملوش اي علاقه بالبطاطس بصراحه. تعال، طعمه ايه؟ ليمون. طعمه ليمون صح؟ بس عليه حاجة تانية. اوكي شكرا. ده طلع طعمه ملوش اي علاقه بالبومس خالص، فده هديله بصراحه 2/10 او 1/10. ما ياخدش اي حاجه لان هو ايس كريم عادي جدا وبطعم غريب انا مش قادره اميزه اصلا. دلوقتي بقى هنجرب الشوكليت دي. الشوكليت دي طبعا مشهوره جدا، واكيد انا جربتها قبل كده كتير لان هي شوكولاته الماني مشهوره قوي، ولكن هم منزلين منها اطعمه جديده حبيت اجربها معاكم. دي واحده بالبوب كورن والتانيه مكتوب عليها شاي لاتيه، فخلونا نجرب البوب كورن الاول. شوكولاته بالبوب كورن. اوكي، بتيجي كده مربعات، الحمد لله مش هنكسرها، يعني هي متكسره جاهزه. هنجربها. اللي جواها بوب كورن، اللي جوه الابيض ده بوب كورن مهروس، انا مش عارفه ازاي بس هي فيها بوب كورن جواها. حاسس بايه؟ شوكولاتة عاديه. بوب كورن باينه صح؟ حلوه، بس هي السكر بتاعها زياده شويه يعني. وانا متعوده على الشوكولاته الدارك، فانا دي ممكن مثلا اديها 7/10. النوع التاني اللي هو بالشاي لاتيه، بصوا دي بتيجي كده من فوق ابيض ومن تحت اسود زي ما انتم شايفين كده. نجرب. طعمها شاي. الطعم هم ظابطينه جدا، بس شاي تحسوا ان هو فيه شويه قرفه فعلا وينسون فعلا. هو والنبي هو كلها. احنا ما بنحبش الحلويات قوي، فبالنسبه لنا الشوكولاته دي
اما ده بقى فهو مشروب مشهور جدا دلوقتي وطلع ترند والناس كلها بتستخدمه، هو مشروب الالوفيرا او الصبار. معرفش ليه نشرب صبار، انا كنت حاسه ان دي زمان كان عقاب مثلا، بس دلوقتي بقينا نشربه عادي. والمفروض ان هو ليه فوائد كتير للجسم، بس انا جبت ده علشان هو فيه شويه رمان فممكن اشربه. فبما اني يعني نفسي عملت من الشوكولاته، خلينا نجرب الالوفيرا. في حته صبار جوه. مسكر قوي، 4.5 بالكتير، محبتوش خالص. يعني في مشروبات كتير هيلثي واحلى من ده بكتير جدا جدا. عجبك؟ صوت. ودلوقتي هنروح للحاجات المجففه او الفواكه المجففه، بما انه بقى ترند جدا والناس كلها بقت تجرب الفواكه المجففه، فقلت ليه لا. فجبت ده وبصراحه فتحته وكلت منه قبل كده، بس هو فيه موز، ودي الحاجه الغريبه اللي فيه. بصوا حتت موز حقيقيه ولكن شويه فيها سكر. ده انا حبيته جدا جدا. اما ده عباره عن كوكوس نوس او اللي هو جوز الهند المجفف، وده انا بحبه جدا ودايما بشتريه لانه بصراحه سناك صحي وطعمه حلو ومش بيبقى مسكر. بحس ان هو بيشبع وحلو جدا جدا. فشرائح جوز الهند دي انا معرفش يعني ازاي كانت غايبه عننا وليه مش بتتباع في كل مكان. بعد كده بقى هنجرب دلوقتي الفواكه المجففه دي، ودي عباره عن فراوله وانواع من التوت المختلفه، ودي اول مره اجربها معاكم. ده شكل الفراوله. زوايا زيرة. بصوا دي البلو بيري. احساس غريب قوي، هي طعمها فعلا محتفظه بنكهتها بس غريبه. في همبيغه او اللي هي الراسبريز. بس طعمها لاذع قوي قوي قوي. بحب قوي الحاجات اللي هي فيها لذعه شويه اكتر من الحاجات المسكره، فدي هديها 8/10. دلوقتي البتاع ده انا بشوفه كتير جدا جدا، ما تعرفوش ده ايه بصراحه، بس هو حاجه مشهوره جدا عندهم. الاطفال الصغيره دايما بيجيبوا البتاع ده، بس انا عمري ما دقته فقلت النهارده نجربه مع بعض. بيتعمل كده ها رايس، ده معمول من الرز، طعمه رز. عارفين الرايس كيكس؟ هو زيه بس شويه مسكر، غريب بصراحه. انت عارفه ده؟ بصراحه عجبني جدا جدا، حسيت ان هو ميكس نكهات كده، يعني مسكر على حادق على مزز، حلو قوي. ودلوقتي ده عباره عن شوكو شيبس، وده عباره عن شيبسي بس بيبقى معمول من الشوكولاته. بصوا الفتحه بتاعته حلوه جدا كده ويرجع يتقفل تاني، فحسيتها فكره ذكيه. وبيبقى جواه كيس كده، وده شكل الشيبسيايه من جوه. هو طعمها يا جماعه بسكوت بالشوكولاته عادي جدا، ما فيهاش اي موضوع الشيبس هو تقريبا، بس هي عشان يعني التقطيعه بتاعتها رفيعه فهم قايلين ان هي شيبس، بس هي بسكوت عادي جدا بالشوكولاته عادي جدا جدا جدا، صح؟ دي 5/10 مش اكتر من كده لان ما فيهاش حاجه مميزه. فخلونا نروح للي بعده. شايفين ده عباره عن لبان بس بيجي كده في شكل انبوبه زي دي، والمفروض ان احنا ناكلها في الاخر علشان دي لبانه، فمش هناكلها ونرجع ناكل من الحاجات التانية. عارفين ده كلنا واحنا صغيرين كنا بنجربه، اللي هو بيتحط في البق يقعد يطرقع ويعمل بوم في البق. فخلونا نلعب شويه. مبسوط؟ خايف. ما تخافش. البسكويت دي حلوه جدا جدا، واعتقد الاطفال كلها بتحب الحركات دي. انا حبيته قوي قوي، اديله 10/10. تفاهه انا عارفه بس حبيت. نيجي بعد كده لده، وده عباره عن ستيكس كده بتيجي بالشوكولاته. احنا دايما بنجيب الستيكس لوحدها والنوتيلا او الشوكولاته السايحه لوحدها ونحطهم في بعض، بس ده بيجي جاهز وتقريبا نفس الطعم. ده انا جربته لان كنت جايبه كذا واحده، وفتحت واحده قبل الفيديو من فتره وكلتها. هفتحها كده بتبقى مالحه مع حلوه جدا، عجبتني الفكره. ده انا حباه من الاول واديله 10/10 بمنتهى الاريحيه. وفي منه طبعا بالشوكولاته الفاتحه والشوكولاته الدارك، فانا جبت الدارك عشان انا بحب الحاجه سكرها قليل.
نيجي بقى لده، وده عباره عن دبان او جام، والمفروض ان احنا بناخده كده من التيوب. وطبعا دي اعتقد ان هي مشهوره بس هي ما كانتش عندنا في مصر، فقلت اجرب. بصوا الشكل، انا خايفه قوي. هو في ايه؟ مش حاجه راضيه تطلع يا جماعه. فوتيا. دي صعبه جدا، ده لو طفل بيعملها هيقعد سنه عقبال ما يطلعها. يا لا ما تاكلش منها. ها في منديل. يا يا بجد. بس كده حلوين، ده كان الفيديو النهارده. يا رب تكونوا اتسليتوا واتبسطتوا معانا، ولو عجبكم الفيديو ما تنسيش قبل ما تمشي تعملي لي لايك، وتدوسي كمان سبسكرايب، واشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.